القرار، وكل ثانية بتقرب من النهاية. ولكن الضابط ستانيسلاف بيتروف كان قاعد يبص في الشاشة، قلبه بيدق بسرعة وبيقول لنفسه في حاجة مش طبيعية. ما هو أصل أمريكا مش هتبدأ حرب نووية ب5 صواريخ. الطبيعي لما بيحصل حرب نووية انت بتضرب خصمك بقوة لدرجة ان هو ما يعرفش يرد. وفي لحظة صمت وقلق شديد خد أخطر قرار في حياته، بل قد يكون أخطر قرار في تاريخ البشرية. فقرر إن هو يتجاهل الإنذار، والنتيجة إن هو كان حدسه صح. حرفيا ما كانش فيه أي إنذار، الإشارات كانت مجرد انعكاس الشمس على السحاب. يعني قرار واحد بس كان بيفرق إننا نكون عايشين النهاردة أو تنتهي الحضارة بالكامل. بس السؤال اللي بيطاردني، لو كان هو اختار العكس، كان زماننا موجودين هنا دلوقتي؟